ازاي تبقى رفيع وفي نفس الوقت جسمك كله دهون؟ الحقيقة الصدمة بين الجينات ونمط الحياة. من الآخر ظاهرة السكيني فات أو الشخص الرفيع اللي مليان دهون بقت منتشرة بشكل كبير. جسم شكله رفيع من بره لكن نسبة الدهون عالية جدا من جوه وعضلات قليلة جدا. يا ترى هل السبب جينات أو أسلوب حياة غلط؟ وهل في ناس محكوم عليهم الجسم ده؟ وازاي تغير جسمك فعلا لو انت من الناس دول؟ دوك، يعني ايه كلمة سكيني فات اصلا؟ ببساطة كلمة سكيني فات هو ان قوامك شكله رفيع، وزنك غالبا قليل، يمكن اقل من الطبيعي كمان، لكن عندك نسبيا دهون عالية جدا وكتلة عضلية قليلة جدا، وغالبا الدهون دي بتتجمع حوالين البطن، وده بيأثر على الشكل وعلى الصحة بطريقة أخطر مما أنت متخيل. يعني الموضوع مش شكل بس، ده أحيانا بيكون مؤشر لمقاومة أنسولين، ضعف قوة، وإرهاق مزمن. يا ساتر، طب وهل فعلا الجينات هي السبب؟ أيوة، الجينات ليها دور كبير جدا، وفي 3 حاجات جينية بنشوفها كتير جدا في النوع ده من الجسم. قابلية عالية جدا لتخزين الدهون الحشوية حوالين البطن، ضعف لاستجابة العضلات للتمرين مقارنة بالناس العادية، ونسبة الحرق أو الميتابوليك ريت أبطأ شوية حتى لو الشخص رفيع. لكن خلي بالك، الجينات ما بتحكمش عليك نهائيا. انت ممكن تكون مرشح تكون سكيني فات لو حياتك كمان غلط، بس انا ما قلتش ان الموضوع خارج ارادتك. طب يا داك، لو الجينات هي السبب، ليه اسلوب الحياة هي اللي بتظهر المشكلة؟ لان السكيني فات ده بيظهر لما 3 عوامل بتتجمع مع بعض: اكل عالي في السكريات والدهون رغم ان الكمية قليلة، عدم تمارين المقاومة اللي هي تمارين العضل، والقعدة ساعات طويلة. انت فعلا ممكن تكون بتاكل قليل لكن بتاكل غلط، وممكن تكون رفيع لكن مفيش اي دافع ان عضلاتك تكبر، فالنتيجة جسم خفيف لكن ضعيف ومليان دهون بنسبة اعلى من الطبيعي. طب هل صحيح ان مريض السكيني فات دي حالة اخطر من الشخص اللي عنده دهون واضحة؟ للأسف ايوه. الابحاث بتقول ان الناس اللي وزنها طبيعي لكن نسبة الدهون عالية، خصوصا دهون البطن، معرضين جدا لمقاومة الانسولين، مرض بري ديابيتس او مرض ما قبل السكر، التهابات مزمنة في الجسم، مشاكل هرمونية ولخبطة، وضعف مناعة. يعني الموضوع مش شكل تماما، ده صحي بحت. طب ليه معظم الناس بتقوله بتشتكي وما بتحسش ان جسمها بيتغير؟ لان معظم الناس بتحاول تحل المشكلة دي بطريقة غلط. الناس اللي سكيني فات بيروحوا يعملوا ايه؟ كارديو عنيف جدا، ياكلوا قليل جدا، سلطات وتفاح 3 مرات في اليوم، وده بيزود المشكلة اصلا، لان كده انت هتخس عضل وتثبت الدهون، وكمان هتبطئ الحرق اكتر، فجسمك هيفضل ارفع واضعف ودهونك نسبتها لسه اعلى. طب ايه الحل الصح فعليا؟ الحل هنا مش انك تخس، الحل انك تبني عضل. الشخص السكيني فات لازم يمشي بطريقة عكسية تماما عن الدايت التقليدي. الخطة العلمية الصحيحة هي تمارين مقاومة 3-4 مرات في الأسبوع، وتركيز على السكوات، الديد ليفت، البنش بريس، سحب وحمل. تمارين الكومباوند دي بترفع هرمونات البنياء جدا. نمرة 2، بروتين عالي في الدايت، على الأقل 1.6 ل 2 جرام بروتين لكل كيلوجرام وزن جسمك، ده المحرك الأساسي لتكوين العضلات. نمرة 3، سعرات مش قليلة. أحيانا الشخص يحتاج سعرات أعلى شوية عشان يبني عضلات، مش أقل على طول. نمرة 4، كارديو خفيف مش كتير. المشي كفاية جدا وممتاز، لكن الجري العنيف يوميا بيقلل فرصة بناء العضلات. ونمرة 5، ودي مهمة جدا، النوم وتنظيم التوتر، لأن الكورتيزول العالي بيرفع ويعلي في دهون البطن. طب هل فعلا جسم السكيني فات ممكن يتغير بسرعة؟ طبعا، وبالعكس بقى جسم السكيني فات من أسرع الأجسام اللي بتتغير بسرعة لو اتبع النظام الصح. ليه بقى الكلام ده؟ لأن نسبة الدهون أصلا مش عالية جدا في جسمه، والجسم ده بيستجيب بسرعة جدا لبناء العضلات اللي هو بيسموها في الجيم النيوبي جينز. خلال 8 ل 12 أسابيع ناس كتير بتشوف فرق ملحوظ جدا في جسمهم. طب قول لنا يا داك، ايه اغرب معلومة عن مريض السكيني فات الناس ما تعرفهاش؟ ان الجسم ده مش محتاج يخس اصلا، جسم محتاج يبني عضلات وتوازن في السكر. ده الجسم الوحيد اللي علاجه بيبدأ بزيادة اكل محسوبة مش تقليلها. طب هل في مكملات تساعد يا داك؟ مش اساسية خالص، لكن ممكن تساعد لو نظامك مظبوط. اكتر حاجة ليها فايدة هي كرياتينين لبناء العضل، فيتامين دي لو كان ناقص، وأوميجا 3 للالتهابات. ساعات لو صعب تكمل احتياجك بالبروتين ممكن تجيب البروتين باودر، بيتباع في محلات الرياضات والجيم.
لكن كل ده لو انت مش بتتدرب مقاومة كفاية مفيش مكمل هيعمل فرق. الخلاصة يا جماعة، سكيني فات مش محكوم عليه طول العمر يبقى كده، هو نتيجة تفاعل بين الجينات وبين أسلوب حياة غلط. ولو غيرت أسلوبك الجسم بيتغير بالكامل. النهاردة انت اللي عندك المفاتيح، ولو طبقتها 8 أسابيع بس هتتفاجئ بجسم جديد. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده ازاي ممكن تبقى رفيع وجسمك مليان دهون في نفس الوقت. من الآخر